تبقى الان احنا بالنسبه لنا احنا نعتقد انه محتاجين 4 ولا 5 حوايج مهمين، منهم الاجابه على السؤال نتاعك اللي هو سؤال مهم حتى نستطيعوا نعملوا برنامج اقتصادي. اول حاجه النظام وهيبه الدوله والاستقرار اللي لازم يكون واضح وقوي باش الاستثمار يجي. الكفاءه والمسؤوليه والعمل، وعلاش الحكومات لازم الوزراء نتاعها يكونوا كفاء، وعلاش مش بالضروره يكونوا حكومات حزبيه، مش اللي عنده 4 زيتونات يولي وزير الفلاحه، واللي سافر 10 مرات يولي وزير نتاع خارجيه، واللي اعتكف الخوه يولي وزير نتاع داخليه، واللي عفص على جار يولي وزير دفاع. لازم الناس عندهم كفاءه. ثالثا اللامركزيه والاعتماد على الطاقات الوطنيه، هذا مبدا اساسي، والمصداقيه الدوليه. هذم اللي يستطيعوا ان يوفروا لنا في البرنامج نتاعنا في ال5 سنوات الجايين 155 مليار دينار، ما بينهم 100 مليار دينار لازم يكونوا ذاتيه من الادخار التونسي ومن التوفير التونسي، و55 يجوا من الخارج، يجوا من استثمار اجنبي ولا اقتراض وغيره. يعني انت تعرف هذا ال 55 باش يجيو على 5 سنوات، على 5 سنوات لازم مناخ الامن يكون نعم. باهي. انا اعتقد انه معناها كل التجارب اللي صارت في المده الاخيره، سواء كان وقت حكومه الباجي قائد السبسي ولا حتى في الحكومه هذه مع الاجتماع الاخير، ان هناك امكانيه انه تعطي المؤسسات المقرضه وغيره تعطي الثقه في الاقتصاد التونسي. احنا عملنا برنامج، البرنامج هذايا قدمناه عندنا اشهر، وتو باش نعاودوا نقدموه مره اخرى على اساس في صيغته الانتخابيه. قلنا ان احنا قادرين ان احنا في 5 سنوات نعمل 34% زياده في نمو الناتج القومي الخام. قلنا انه مش نعملوا 28% نمو الدخل الفردي في ال5 سنوات الجايين. وهذا اكدناه معناها احنا عملنا مش برنامج انتخابي، احنا عملنا برنامج نتاع حكم في الواقع بالتفاصيل نتاعو. خلينا عادي نكمل لك البرنامج لانه فيه جانب اجتماعي. انت اتصلتني تو على الجانب الاجتماعيه، احنا نحكيو على ثم الامور التربويه، ثم الامور الصحيه، ثم الامور غيره. 5 دقائق خلينا نوزعوا. لانه هذا لا انا حبيت نقول لك تقديم البرامج ما فيش راهو لازم التشكلات ما بين الاحزاب. هو الفرق بيني وبينكم انكم انتم معناها دخلتوا في وعود وفي حمله انتخابيه سابقه وما حققتوا منها حتى شيء. اول شيء، ثاني شيء احنا مش خوف العالم الكل، احنا قاعدين نقولوا ما قاله الوزير الاول السابق اللي هو الحالي اللي هو كان عضو في الترويكا، خرج بعد شهر تدقيق قال راه وضع مع عملته حكومتكم والاقتصادي بعد خروجكم من الحكم على الوضع كان وضعا كارثيا. يتحدث على اذا ادائكم لم يكن ايجابيا باعتبار الحصيله سلبيه. هذا بيدو احنا قلنا الا اذا كان مش تقول لي انت راهو الوضع تاع تونس صعيب، كل شيء كان مش تولي انت تقول لي انه احنا عملنا اداء ايجابي والحصيله سلبيه، مش تولي هذا علم جديد ما نعرفوش. انا نحب نخوف التوانسه لا حتى شيء، يعني ايش قلت انا؟ بالعكس تماما نخوفكم انتم، يقولوا انتم زاد ما تخافوش بيسع، وانا ثم ناس اخرين خايفين منكم. شو كيفاش؟ ما نخوفوا حتى واحد. احنا سياسه امل لكل التونسيين. ايش قاعدين نقول؟ قاعدين نقولوا انه حكومه عندها مصداقيه دوليه في ال5 سنوات المقبله، وعندها مصداقيه وطنيه وقائمه على كفاءات حقيقيه، وعندها برنامج تستطيع اول حاجه ان توفر موارد ذاتيه بالاساس، وهذا ركزنا عليه احنا، وتستطيع ايضا في حدود معقوله ان تتدين.